هنعمل مع بعض الحواوشي، وبس المرة دي هحط عليه جبنة موتزاريلا، ممكن تحطي اي نوع جبن عندك، نفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها في الفيديو اللي فات. نراجعها مع بعض سوا. بصل مفروم، وعندي ليا مفرومة حطيتها، وبحيق الحواوشي بالملح والفلفل الاسود بس كده. انتي عايزة تضيفي اي حاجة تاني براحتك. وبتحط فلفل اخضر حامي مفروم، طبعا لو عندك اطفال بتستبدليه بفلفل رومي. وبعد كده تنزلي عليه بقى باللحمة المفرومة، وتفضلي بقى تقلبي الكلام ده كويس جدا جدا لحد ما يتماسك معاكي ويبقى ماسك نفسه. هقلبه كويس وهرجع لكم اوريكم الشكل الاخير عامل ازاي. هنا بقى كنت قلبته. امسكي كده قطعة اللحمة، امسكيها في ايدك هتتشكل معاكي ماسكة نفسها ومتشمعة وزي الفل. ممكن تسيبيه في التلاجة 10 دقايق بس يتشمع. وبعد كده تفرديه في العيش، وزي ما قلنا نقول للراجل بتاع الفرن احنا عايزين عيش للحواوشي بيكون العيش ابيض شوية ومش مستوي قوي، مش كامل السوا بتاعه. وبعد كده بقى بحط الموتزاريلا كده على وش اللحمة. بكتر بقى موتزاريلا، ممكن تحطي اي نوع جبنة تانية، ممكن تحطي رومي، شيدر، برمجان، براحتك اللي انت عايزاه اعمليه. وكده بقى تسويه بالطريقه اللي انا وريتها لك في الفيديو اللي قبل كده، ممكن ترجعي له لو انت عايزه تشوفي حاجه فيه. تعالي بقى اوريكي بعد ما استوى الشكل عامل ازاي. طبعا الطعم والله كان جميل جدا وتحفه جدا، حاجه كده عظمه يعني. بصي بقى هنا قطعت لك حته، قلت اوريكي الجبنه بتمط ازاي جميله. لو مش متابعاني تابعيني على الفيسبوك والانستجرام واليوتيوب والتيك توك، وتقولي لي رايك في الكومنت.